السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسأل الله يا رب يكون جميع الأصدقاء في الوطن العربي في أفضل الأحوال ويكونوا في خير ونعمة، ونحل الجميع يكون في أفضل حال. اللهم آمين. الله يبارك في الجميع. عاوز أتكلم في أمر، وهو الزيارات اللي نقوم بيها للمنحل خلال فصل الخريف اللي احنا موجودين فيه حاليا. تمام. نروح كل قد ايه زيارة للمنحل؟ اولا ده يعتمد على مدى النشاط عندك في المرعى، وهل انت موجود في موسم عسل او بتجيش نحل. تمام. طيب تقريبا نقدر نقول نروح كل قد ايه زيارة للمنحل؟ تقريبا نقدر نروح زيارة للمنحل كل 6 أو 7 أيام. تمام. طب ما نروحش كل 3 أيام المنحل؟ تقدر تروح كل 3 أيام المنحل في حالة واحدة فقط، وهي لو انت عندك نشاط من المرعى الغباري حبوب اللقاح وبتروح المنحل لتقديم تغذية سكرية أو إضافة براويز للتوسع. في الحالة ديت هتكون في احتياج انك انت تزور المنحل كل 3 أو 4 أيام. ولكن لو انت موجود في موسم عسل، انت مش محتاج تفتح الخلايا كل يومين 3. ليه؟ عشان تسيب النحل يشتغل بالصورة الصحيحة وما تعطلش عمل النحل. يعني لو انت في موسم صدر مش محتاج تروح كل 3 أيام المنحل، مش محتاج كل يومين تروح المنحل، لا اروح كل 6 أيام او 7 أيام المنحل. تمام. اروح اتفقد الوضع، اشوف الامور عاملة ايه. تمام. ما فيش مشكلة ان انا ممكن اروح زيارة للمنحل، ولكن اراقب الخلايا من الخارج، اشوف مدى النشاط من الخارج من عن طريق فتحة السروح. تمام. اللي في موسم العسل ما تفتحش الخلايا باستمرار. طيب ممكن اعمل عمل بسيط جدا. لو عندي 100 خلية، اخلي خليتين او 3 خلايا من ال100 خلية فقط يكونوا للمتابعة. تمام. لو عندي على سبيل المثال 50 جبح بلدي او خلايا زمر، اعواد بلدية، اخلي خليتين اتفقدهم من الامام او من الخلف، اشوف مدى تطور النحل، مدى رش النحل للعسل او للرحيق، اقدر احدد. انما ما افتحش المنحل كامل، ما عطلش عمل النحل. تمام. لان فتح الخلية والتدخين على النحل، تمام، انت بتعطل عمل النحل وبتخلي النحل يتعطل على العمل. مش هقول لك بيتراجع، ولكن انا ضد مبدأ ان انا اقوم بالفحص باستمرار اثناء موسم العسل. تمام. اتمنى من جميع الاصدقاء يكون زيارات المنحل ليها هدف، فحص الخلايا ليه هدف، ده مهم جدا. تمام. فحص خلية او زيارة منحل ليها هدف، ده امر ممتاز. انما ان انا اروح المنحل نقدر نقول على الفاضي وعلى المليان، في عمل ما فيش عمل، ده نقدر نقول طريقة خطأ. انا ضد الشيء ده. تمام. بالمناسبة الامر ربما في الشتاء ان شاء الرحمن او مع فصل الشتاء هيختلف، بمعنى ان الزيارة ممكن تبقى كل 10-15 يوم في الشتاء. تمام. فبالتالي يكون الزيارة لها هدف للمنحل، وبنحددها حسب الفصل اللي احنا موجودين فيه. الخريف يختلف غير الصيف، يختلف غير الربيع غير الشتاء. الشتاء زي ما احنا قلنا احنا بنروح زيارة ممكن كل 10-15 يوم. الهدف منها مش نفحص الخلايا، الهدف ان احنا نتأكد من وجود المخزون من العسل او اضافة الكاندي او العجينة السكرية في الشتاء. طبعا اكيد في نصائح وارشادات هنقوم بها ان شاء الرحمن في الشتاء لما يكون على اقتراب من فصل الشتاء. نتمنى ناخذ النصائح دي بعين الاعتبار، وان شاء الرحمن نقوم ببعض الرد على استفسارات واسئله الاصدقاء معانا. نتمنى من جميع الاصدقاء اللي بيسال اسئله، يا اخي شرفني باسمك، اكتب لي اسمك في التعليق. كل الاصدقاء اللي بتقوم بالعمل دوت وبتذكر اسمها في التعليق او في السؤال، انا بشكرك لاني اولا بأحييك عند الإجابة على سؤالك، بأكون عارف إنك أنت مين معايا وبلدك إيه. تمام. أنا أتكلم على الأصدقاء اللي ربما يكون منضمين جدد أو لسه بيتابعوا معانا أول مرة. فهنتوكل على بركة الرحمن، وبسم الله الرحمن الرحيم نبدأ على بركة الله. السؤال الأول أخونا مراد من المغرب بيسأل، بيقول: لدي 4 ذكور على وشك الفأس،
هل الملكة ممكن تتلقح من هذه الذكور؟ طيب أخويا مراد الله يبارك في عمرك، العملية ما بتتحسبش زي ما أنت بتحسبها. يعني ما ينفعش إن أنا أقول عندي 4 ذكور، عندي 5 ذكور، عندي 10، عندي 20، لا ما بتجيش كده. تمام. لأن الله يبارك في عمرك أنت بتحسب 4 ذكور لسه في مرحلة الحضانة. طب أنت تعرف إن الملكة بتتلقح من كام ذكر؟ تمام. فالأمر ما بيكونش كده، الأمر بيكون الله يبارك لك لما بيكون عندك نشاط، وبالتالي الملكات بتضع بيض ينتج عنه حضنة ذكور، أو في مناحل مجاورة ليك في المناحل القريبة منك وفيها كذلك حضنة ذكور، لأن الملكة بتتلقح في الأجواء الخارجية. تمام. الأجواء الخارجية ديت أو في الهواء الطلق. تمام. بيجمع الذكور وبيتم تلقيح الملكة. أتمنى يكونوا تصل لك الصورة أنا أتكلم على إيه. الأمر الآخر الله يبارك في عمرك، وهو الملكة اللي أنت بتتكلم عليها ديت العذراء اللي عندك دي، هل دي انت تقسيمة عاملها ولا نقدر نقول كانت خلية يتيمة وخرجت فيها ملكة؟ تمام. ايا يكن، انت اترك الملكة وانتظر في حدود ما بين 10 12 يوم، ولعل الامور يكون فيها خير. تمام. اتمنى يكون الصورة واصلة لك. طيب ننتقل لسؤال اخر. اخونا بيسأل بيقول: هذا العام في اليمن بعد اخذ العسل في اواخر شهر 7 توقفت المناحل في بناء الشمع ولم نعرف الأسباب. طيب الأخ الكريم الله يبارك في عمرك، تحياتنا ليك وللأصدقاء في اليمن. أولا الأسباب كتير جدا. مرعى احتمال يكون ضعيف، بالخصوص المرعى من حبوب اللقاح. رقم 2 درجات الحرارة المرتفعة. تمام. وعدم نشاط النحل بيؤدي كذلك ان النحل يتوقف عن بناء الشمع. تمام. في امور كتير واسباب كتير، ولكن سبحان الله مع بداية النشاط، تمام، بداية النشاط من المرعى النحل بيبتدي ينشط، ومن ثم بيجلب كميات من الخارج من حبوب اللقاح. النحل بالتالي لما يكون في كثافة نحلية ممتازة داخل الخلية بتقوم بعملية بناء شمع جديد في الأجباح البلدية، أو لما أنت تنزل أساسات شمعية في الخلايا الحديثة. تمام. أتمنى يكون الصورة واصلة لك. والعلم عند الله أن ربما يكون المنحل بتاعك ثابت، لأن المناحل المتنقلة أو المناحل المرتحلة بيكون الأمر شوية أسهل بالنسبة لها. تمام. طيب ننتقل لسؤال آخر. أخونا بيقول: أتمنى أن تكون بالصحة جيدة. معك محمد من فلسطين، تحياتنا ليك أخونا محمد والجميع الأصدقاء في فلسطين. بيقول: الآن لدي مكافحة فروة، المتوفر لدي هو الأميتراز، ما نصيحتك وكيفية استعماله وأوقاته ووضعه للنحل؟ وبارك الله فيك. طيب أخويا محمد، أولا أنا أتوقع رديت عليك في التعليق لما جيت أنت سألت السؤال ده، وهرد عليك برضه حاليا. أولا أنا بعتذر منك، ليه؟ لأن أنا ما بكافحش بالأميتراز والله. تمام. ما أقدرش إن أنا أقول لك مثلا حط مقادير إيه أو كميات إيه أو الطريقة إزاي، لأن أنا مش شغال بيه. اقدر افيدك بالاوكزيليك، اقدر افيدك بالفورميك اسيد، اقدر افيدك بالسيمول، بالمنتول، دي مواد انا بشتغل بيها على مدار السنه. تمام. طبعا خارج موسم العسل. الاميتراز انا بعتذر منك. تمام. بس انصحك نصيحه فيما يخص موضوع الاميتراز، يعني زي ما الابحاث بتقول، تمام، ان هو بيترك ترسبات في الشمع وبتاتي ببعض المشاكل لا قدر الله منها السرطان. فيعني الافضل تتجنب الشيء ده، الا في حاله واحده طبعا، لو انت ما فيش امامك او ما فيش محلات في فلسطين بتبيع المنتجات للمكافحه الا الماده دي. في الحاله دي هتكون مضطر ليه؟ لان النحل لو سبته الفروه هتعمل له انهيارات وهتخش في مشاكل انت في غنى عنها. تمام. الله ييسر لك الحال. طيب ننتقل لسؤال اخر. اخونا احمد من الجزائر، تحياتنا ليك ولجميع الاصدقاء في الجزائر. طبعا الاخ احمد مشكور التعليقات بتاعتك ومشاركه معنا باستمرار. السؤال اللي انت بتقول عليه، بتقول: اخي العزيز، كشفت اول امس على الخليه وجدتها على 7 اطارات، لكن كما ذكرت في فيديوهات السابقه النحل اغلق على الملكه ب6 براويز من العسل وخبز النحل، واطار واحد فقط من الحضن المغلقه على وشك الخروج. لا املك اطارات ممطوطه الا واحد اضفته، ووجدتها تبني اطار اساس بنسبه 50%، مع العلم اني اغذي 2 ميه لواحد سكر كل 5 ايام، نصف لتر مع عجينه بروتينيه، لان المرعى لا يوجد حبوب لقاح. تمام. طيب الاخ احمد الله يبارك في عمرك، دلوقتي كميه العسل اللي موجوده داخل الخليه
كمية كبيرة. تمام. 6 براويز من العسل او 5 براويز من العسل كمية كبيرة. انصحك بايه؟ انك انت تقلل من الكمية دي. انت ما عندكش اطارات مبنية، تمام، عندك اساس فقط. تمام. ارفع بروزين من اللي مليانين عسل، احتفظ بيهم في المبرد او في التلاجة. تمام. احتفظ بالعسل ده، ومن ثم نزل 1 اساس شمعي. يعني انت هترفع 2 عسل تنزل 1 اساس. شوف النحل هيتجاوب مع البرواز الاساسي ازاي. هل هيقوم بالبناء؟ يبقى اللهم لك الحمد. طيب النحل نقدر نقول توقف ومش عاوز يبني. ايه الحل في الحاجة ديت؟ لو النحل توقف ومرضيش يبني الاساس الشمعي، مش هيبقى امامك غير حل واحد فقط، وهو انك انت هترفع ال6 براويز المليانين عسل او اللي فيهم عسل، وهتقوم بعملية فرز البراويز دي وتنظفها من التغذية، او هتنظفها من المخزون، من البقايا التغذية، ومن ثم تنزلها مرة تانية للخلايا. تمام. ولكن الحل الأول ترفع 2 عسل وتنزل 1 أساس. انتظر في حدود 24 ساعة 48 ساعة. شوف مدى تقبل النحل للأساس ومدى تجاوب النحل مع الأساس في عملية البناء. تمام. أتمنى الصورة يكون واصلة لك أخونا أحمد، والله ييسر لك الحل. طيب ننتقل لسؤال آخر. بيسأل سؤال بيقول: إن شاء الله تكون بخير، عندي خلية على بروازين فيها ملكة عذراء وفيها حضنة ذكور كثيرة، كيف أتعامل معها؟ أتوقع الخلية مكذبة. أخوك أبو مبارك من السعودية. طب أخونا أبو مبارك، تحياتنا ليك وللأصدقاء في المملكة العربية السعودية. أنا رديت على السؤال ده في أحد الفيديوهات. تمام. هرد عليك بصورة مختصرة. الله يبارك في عمرك. اللي أنت هتقوم بيه إنك أنت هتنتظر. تمام. بالنسبة للخلية اللي فيها ملكة عذراء، الملكة العذراء اتلقحت، هتقوم بعد كده بعملية دعم الخلية ديت بإطار حضنة مغلقة على وشك الخروج. ولكن لو الملكة العذراء دي ما اتلقحتش، أو الشغالات اللي هي الأمهات الكاذبة قتلت الملكة العذراء، في الحالة ديت مش هيكون أمامك حل غير إنك أنت تضم الخلية. تمام. لأن أنا ما عنديش علم الخلية اللي عندك مكذبة دي من بقالها قد إيه مكذبة، فترة قد إيه. لأن التكذيب لو مستفحل بيكون مشكلة وفي خطر كبير على العذراء. تمام. الله ييسر لك الحال أخونا أبو مبارك، وتحياتنا للأصدقاء في المملكة العربية السعودية. طب ننتقل لسؤال آخر. أخونا أحمد من سلطنة عمان بيسأل بيقول: متى التطريد بعد تلقيح العذراء أو بعد التلقيح؟ طب يعني يقصد ان التطريد بيكون قبل ما العذراء تتلقح ولا بعد ما تتلقح؟ طيب الاخ احمد الله يبارك لك، التلقيح بيكون كالتالي، التطريد بيكون كالتالي: في البداية ما بيكون عندك نشاط في المرعى من قوة المرعى وبالخصوص المرعى الغباري، ويكون في نشاط وكميات من الحضنة. اللي بيحدث ان الملكة الام، تمام، بتكون داخل الخلية، ومن ثم النحل بيبنى ببناء بيوت ملكية. تمام. بعد ما النحل بيبني البيوت الملكية الخاصة بالتطريد، في اللحظة ديت الملكة بتكون توقفت عن وضع البيض. ليه الملكة توقفت عن وضع البيض؟ الملكة بتكون توقفت عن وضع البيض على أساس لما يجي موعد التطريد والملكة تطرد، بيكون الوزن بتاع الملكة قل أو خف، وبالتالي يكون عندها القدرة إن هي تقوم بالطيران. طيب إيه اللي بيخلي الملكة تتوقف عن وضع البيض؟ إن النحل بيمتنع أو بيقلل من تغذية الملكة بالغذاء الملكي، على أساس إن الملكة حجمها يضمر، ومن ثم يكون عندها القدرة على الطيران في التطريد. تمام. طب الملكة بتطرد إمتى؟ الملكة بتطرد على الأغلب، تمام، نقدر نقول قبل خروج الملكات العذارى، أو في اليوم الثامن أو في اليوم التاسع من إغلاق البيوت الملكية بتخرج الملكة الأم، تمام، على رأس طرد. وبالتالي بيكون داخل الخلية البيوت الملكية اللي بتخرج فيها عذارى. طبعا لما بيخرج عذارى بتطرب مرة تانية وبتطرب مرة تانية تالتة. تمام. طبعا الطرود دي كلها بتخرج فيها عذارى لحد في النهاية لما بتقل الكثافة النحلية داخل الخلية إلى أقل مستوى، ممكن يتبقى عذرة واحدة وبالتالي يتم تلقيحها. يعني معنى كده إن الملكات العذارى بتطرد في الطرود وبتكون عذارى لسه. تمام.
وبعد كده انت طبعا بتسكن الطرود دي، وبالتالي تخرج الملكات من داخل الطرد للتلقيح. طيب نصيحتي مني ليك ايه؟ لو انت بتعمل بالخلايا الحديثة، خلايا البراويز، ما تخليش خلايا تطرد عندك. التطريد خسارة بالنسبة للنحال اللي بيعمل بالخلايا الحديثة. طب لو انت عندك اجباح بلدية او اعواد بلدية، بيكون الوسيلة عندك في عملية التكاثر الا انك انت تنتظر ان الخلايا ديت، الاجباح البلدية دي، يزيد فيها الكثافة، كثافة النحل، وبالتالي تقوم بعملية بناء بيوت ملكية، وبالتالي يخرج طرود. تمام. طبعا التطريد يحدث متى؟ يحدث عند نشاط النحل، سواء لو عندك في سلطنة عمان الخريف ممتاز، او لو في الربيع عندك الربيع ممتاز. تمام. نادر ان يحدث تطريد في اوقات الصيف. اتمنى يكون الصورة واصله لك، وتحياتنا ليك وللاصدقاء في سلطنة عمان. طيب ننتقل لسؤال اخر. اخونا ابو عمر من المملكة العربية السعودية، تحياتنا ليك ولجميع الاصدقاء في المملكة. بيقول أخي محمد: كيف يتم المكافحة بغير الشرائح في الأعواد البلدية؟ كما تعلم الأعواد البلدية أو الأجباح مغلقة، لا نستطيع الكشف عليها من الداخل، إنما من الأمام والخلف فقط. طيب أبو عمر من المملكة العربية السعودية، أخويا أبو عمر، إيه المادة اللي أنت هتستخدمها في عملية المكافحة؟ تمام. لو قلت لي هستخدم ملح الأوكزيليك رش على الأجباح البلدية، هقول لك من الصعب الكافح بالأوكزيليك رش. ليه؟ لان زي ما حضرتك تفضلت، انك انت الاوكزيليك عشان ترشه هترش البنيه الاولى من الامام، وهترش البنيه الاخيره من الخلف، مش هتعرف توصل للبنى اللي في المنتصف. تمام. طيب لو قلت لها كافح بالسيمول او بالمنتول، مفيش مشكله، لانك هتضع السيمول او المنتول في قطعه من الورق المكور، وتضعه في الجبح، في منتصف الجبح، هتقوم بعمليه المكافحه. تمام. طب لو قلت لي انا عاوز اكافح بالفورميك اسيد، ما فيش مشكلة، هتجيب جرعة الفورميك أسيد اللي أنت هتكافح بيها. تمام. تضع الفورميك، نقدر نقول في قطعة مثلا من الورقة أو قطعة من القماش، وتدخلها داخل الجبح، تخلي القطعة اللي عليها الفورميك أسيد، تمام، تكون في منتصف الجبح. تمام. بالتالي هي هتقوم بعملية المكافحة أو هتقضي الغرض. تمام. ما فيش مشكلة، هي فقط المشكلة الوحيدة بالنسبة لك لو أنت هتكافح عن طريق ملح الاوكزيليك رش، هيكون من الصعب انك انت توصل الرش بتاع الاوكزيليك في منتصف البنى، سواء ان الجبح ده مثلا فيه 15 او 20 بنيه. انما السيمول والمنتول والفورميك بيكون المكافحه بيه عن طريق التبخير. تمام. ممكن تستخدم الاوكزيليك عن طريق انك انت تضعه في الجهاز اللي مخصص ليه وتكافح بيه بقى، ولكن مش هتكافح رش. الاوكزيليك مش هتكافح بيه رش، هتكافح بيه تبخير او تدخين زي ما بيقولوا. بس كون حريص في الموضوع دوت، انك انت لازم تكون لابس كمامة، وعامل نقدر نقول وقاية كافية، منع لا قدر الله لاستنشاق رائحة الاوكزيليك عند التبخير بيه. تمام. والله يسر لك الحال. طيب ننتقل لسؤال اخر. اخونا عبد الله من العراق بيقول: عندي خلية مكونة من 5 إطارات، فيها إطار عسل وفيها حبوب اللقاح والمرعى جيد، ولكن الملكة تضع البيض في إطار واحد فقط، ولا تضع البيض في باقي الإطارات. ما هو الحل؟ وللعلم الإطارات جميعها مبنية. طيب الأخ عبد الله من العراق، تحياتنا ليك والأصدقاء في العراق. هل المرعى عندك من حبوب اللقاح ممتاز؟ دي رقم واحد. رقم اتنين: هل الملكة اللي داخل الخلية دي ملكة فتية، ملكة نشيطة، ولا ملكة ربما يكون كبيرة في السن؟ لأن لو ملكة كبيرة في السن أو ملكة فيها مشاكل، مش هتزود عن البرواز ده بيض. تمام. حتى لو الخلية فيها 10 براويز، هي مقدار الملكة وقدرة الملكة تضع بيض في برواز واحد. تمام. فبالتالي نقدر نقول الله يبارك لك، شوف قوة وكفاءة الملكة مع المرعى، بالتالي ده اللي هيحدد. طب اعرف الشيء ده ازاي؟ يكون عندك خلايا اخرى في منحلك، تعمل مقارنة ما بين الخلايا اللي في المنحل وما بين الخلية اللي هي 5 براويز دي، عشان تعرف السبب. تمام. والله يسر لك الحال. وطبعا تحياتنا ليك وللاصدقاء في العراق. طيب ننتقل لسؤال اخر. الأخ محمد من المغرب بيقول: ما هي الطريقة الصحيحة للمحلول السكري؟ هل نضيف الماء على السكر أم العكس؟ وما هي درجات حرارة الماء عند الخلط؟
وعند إضافة خل التفاح أو عصير الليمون أو فيتامينات، كم يجب أن تكون درجة حرارة المحلول السكري؟ طيب الأخ محمد الله يبارك في عمرك، في البداية المحلول السكري اللي بنشتغل عليه في الربيع أو في الصيف أو في الخريف، الثلاث فصول دولت احنا بنجيب المية اللي هي بمعنى أصح بنشربها المية العادية اللي هي درجة حرارة المية عادية، نقدر ان احنا كبشر نشربها. طب هل احط المية على النار واغليها؟ لا. تمام. طب السكر احطه الاول ولا احط المية الاول؟ ما فيش مشكلة في الاتنين يا اخي، الله يبارك لك، لا يوجد اي مشكلة. تمام. طيب النقطة الاهم، امتى نفكر في درجة الحرارة بتاعة المية؟ في الشتاء. تمام. طب هل احنا في الشتاء بنغذي؟ لا. ليه؟ لان التغذية في الشتاء او التغذية السائلة في الشتاء المحلول السكري بيسبب مشاكل وممكن يؤدي الى زحف النحل واسهال. طب اعمل ايه في الشتاء؟ بقدم العجينة الكاندي او العجينة السكرية. اتمنى يكون الصورة واصلة للاخ محمد من المغرب. تمام. طيب النقطة الأخرى بتقول كم عند إضافة خل التفاح ولا عصير الليمون أو فيتامينات، كم يجب أن تكون درجة حرارة المحلول السكري؟ احنا تكلمنا في موضوع المية أو المحلول السكري، احنا اتكلمنا عليه إن احنا يكون عندنا القدرة إن احنا كإنسان أو كنحال أشرب المية دي. تمام. ولكن موضوع الفيتامينات أنا ما أشجعكش تضيف فيتامينات على التغذية السكرية، وتكلمت على الأمر ده أكتر من مرة. ممكن تضيف عصير ليمون ماشي، ممكن تضيف خل التفاح ماشي، مفيش مشكلة، بس يكون حريص من عصير الليمون تمام عند إضافته إن يكون منتبه للأمر ده، نقدر نقول بعناية جدا. ليه؟ عصير الليمون ومنقوع الشيح بيخلي النحل وبيشجع النحل على السرقة ما بين الخلايا. طيب السؤال برضو ليه؟ لأن المواد دي ليها روائح نفاذة. تمام. بالتالي بتجعل الخلايا القوية لو خلصت كمية التغذية ممكن تهجم على الخلايا الضعيفة. أتمنى الصورة يكون وصل أخونا من المغرب، والله ييسر لك الحال وجميع الأصدقاء في المغرب. طيب ننتقل لسؤال آخر. أخونا مولد من الجزائر، تحياتنا ليك وللأصدقاء في الجزائر. بيقول بعد سنتين من اختيار وانتقاء الملكات توصلت بفضل الله إلى خلايا نحل ممتاز هادئ جماع العسل. قامت خلية بإحلال الملكة، هل يمكن اعتبار هذه الملكة أساس توسيع المنحل كملكة F0 منتخبة؟ وشكرا. طيب أخونا مولد، في البداية أنا بأحييك على إنك أنت بتقوم دائما وباستمرار باختيار أفضل الملكات وبتتخلص من الملكات السيئة، بتنتخب الملكات بمعنى أصح داخل المنحل. أنا بأشكرك على الشيء ده وبأشجع الجميع يقوم بالعمل ده. تمام. اللي هو بمعنى أصح أتخلص من الملكات السيئة واعمل تكاثر من الملكات الممتازه. طيب الملكه اللي انت بتقول عليها ان النحل عمل لها احلال، العذراء اللي هتخرج دي هل اعتبرها ملكه F0 واعمل فيها توسع للمنحل ولا لا؟ ما تقدرش تحكم على ملكه في مرحله الاحلال او عذراء الا لما تتلقح الملكه وتشوف الاداء بتاع الملكه داخل المنحل. تمام. انتظر تلقيح الملكه العذراء. طب اتلقحت وبتضع البيض، تابع الملكة. اتابعها قد ايه؟ اسبوع، 2 شهر؟ لا، على الاقل تتابعها نقدر نقول خلال فصل الشتاء والخريف اللي احنا موجودين فيه حاليا. وبالتالي تقدر تقرر مع انطلاقة النحل في الربيع ان الملكة دي هل جيدة وعندها القدرة ان انا اخذ منها ملكات واعمل توسع في المنحل في تقسيمات ولا لا. اتمنى يكون الصورة واصله لك. ما تحكمش على الملكة بصورة متسرعة، لابد انك انت نقدر نقول تتريث في العمل. تمام. تتابع الملكات بالخصوص على مدار فصل من العام كامل، سواء مثلا فصل الصيف كامل او فصل الشتاء كامل، عشان اشوف اداء الملكة في عدة نقاط مش نقطة واحدة. تمام. والله يسر الحال للاخ مولد، وتحياتنا للاصدقاء في الجزائر. طب ننتقل لسؤال آخر. أخونا عزيز من العراق، تحياتنا ليك أخونا عزيز والجميع الأصدقاء في العراق. بيقول طبعا أتوقع كان بيرد علي على سؤال. هو بيقول الخلية سليمة وملكة جيدة 2023 وبيض منظم ونشط. هذه الحالة حدثت معي بعد جلب طرد يحتوي على فروة وعالجت الطرد بحمض الفورميك بنسبة عالية وتم فقدان الملكة وجميع الحضنة
بفعل التركيز العالي بعد فقدان الملكة بعد 4 أيام تم دمج الطرد الفاقد للملكة التي يتكون من 3 براويز مع خلية 6 براويز. بعد الدمج ب5 أيام حدثت هذه الحالة. للعلم أنني أعالج بالفورميك قبل نقل النحل للصدر ب4 أيام، وأستغرب كل 6 أو 7 أيام تحدث هذه الحالة. المشكلة لا أستطيع حاليا عمل المحلول والخل، وذلك لأن الخلايا في موقع مرعى الصدر. هل ننتظر بعد انتهاء موسم الصدر وارجع الخلايا الى موقعها الاصلي واعمل الرش، ام اخرج الخليه من الموسم الان وارجعها واعملها الرش؟ طيب، انا تذكرت السؤال الاخ عزيز. سؤالك بتتكلم على الخليه اللي هي كانت اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاه وافضل السلام. الخليه اللي هي كان بيخرج منها نحل وبيتساقط وفي مشكله في الخليه دي. انا متذكر الخليه دي وقلت لك نهاريها غير الملكه، المشكله في الملكه. طبعا الصورة اتضحت ليا دلوقتي ان المشكلة دي جت عن طريق الطرد اللي كان مليان نسبة كبيرة من الفروة. انصحك بايه؟ اخرج الخلية من موسم الصدر. تمام، اخرج الخلية من موسم الصدر. ليه؟ الخلية ديت لابد نشوف لها حل سريع، تمام، عشان لا قدر الله ممكن تنهار معانا. اخرج الخلية من موسم الصدر، قم بعملية الرش. تمام، تقدر الله يبارك في عمرك اخ عزيز، لو عندك بعض الخلايا الممتازة اللي هي مثلا 7 براويز او 8 براويز او اي خلايا اخرى، ممكن تدخلها بديل للخلية ديت الصدر. طب الخلية دي احنا عاوزين نعالج مشكلتها، تمام، وبالتالي عشان نقوم بعملية رش محلول سكري مع خل تفاح على النحل ده، لازم يكون الخلية خارج الصدر علشان ما يحدث خلط ما بين الصدر والمحلول السكري، او يحدث لا قدر الله هجوم من النحل على الخلية دي. عاوزين نبعد عن الشبهة. نخرج الخلية من الصدر، نحطها في اي موقع اخر، نقوم بالعمل ده واتبع معايا تشوف هل في نتائج. اللهم لك الحمد. لسه ما زال الامر فيه مشكلة، هنقوم بعمل اخر، ولكن في البداية قوم بعملية الرش الاول، ومن ثم نقرر ان كنا الامر ممتاز ولا هعطيك طريقة تانية. تمام، واتمنى الاخ عزيز صور لي فيديو وارسله لي على الواتس. تمام، انا في انتظارك في الامر ده، والله يسر الحال. طبعا مشكورين جميع الأصدقاء من بلدان العربية أجمع على المتابعة معنا وعلى الاستماع وعلى التفاعل وعلى مشاركة الفيديوهات. يعني أنا بأشكركم لسبب واحد. أولا، اللي بيسأل سؤال أنا بأشكره شكرا جزيلا لأنك كنت سبب، أولا إنك أنت تستفيد، الأمر الآخر إن غيرك يستمع للإجابة ويستفيد. الأمر الآخر إن إحنا نقدر نقول التفاعل ده بيخلي ما شاء الله اللهم لك الحمد، بيخلي المسيرة شغالة والتفاعل شغال. تمام، في قنوات كتيرة وفي مواقع كتيرة، تمام، وعدد مشتركين في القناة لا يعد ولا يحصى ومفيش تفاعل. فأنا بأشكر كل أخ من أي دولة عربية بيشارك معنا. اللي جمعنا أولا محبة الله سبحانه وتعالى، الأمر الآخر الحشرة المباركة، النحل اللي احنا ربما يكون الله سبحانه وتعالى حببنا في بعض عشان الحشرة دي. فنسأل الله يا رب يبارك للجميع في نحله ويبارك في أموالكم، اللهم آمين، ومشكورين شكرا جزيلا.